جايبالكوا طريقة حل تحفة جدا وكويسة جدا وفعالة وهتستفادوا منها وممتازة بصراحة يعني. مرحبا بالجميع، عاملين ايه؟ طيب بالنسبة ان في ناس كتيرة بتسأل انا احل ازاي؟ يا ترى اشغل فيديو اليوتيوب وانا بحل وافضل احل وراه السؤال؟ طيب ساعات باجي اجرب مثلا احلها لوحدي، بحس نفسي انا مش عارفة، عايزة ارجع اسمع الفيديو تاني. طب عايزة ارجع اركز في القانون ده تاني. طب انا مش عارفة احلها لوحدي ليه؟ طب ما انا من شوية كنت تمام فاهماها، هو بيحل دي تمام كده، ليه انا دلوقتي مش فاهمة اما اجي احل لوحدي؟ كل الاسئلة دي كلنا بنسألها، يعني بنسأل أسئلة أكتر، أحل مع الفيديو ولا أخلي الفيديو يحل وأنا أحل وراه؟ طب ولا أنا أجرب أحل بنفسي وبعد كده أسمع الفيديو والكلام ده كله؟ طيب أنا كانت بتتراود معايا الأسئلة دي دايما ومكنتش عارفة أعمل إيه، فقررت إن أنا أشوف أنا ارتاح لايه. طيب ماشي، ما انا مشغل الفيديو وبقعد اسمع وبقعد احل تمام، بحس انه ولا اسهل ولا اروع. بس لما باجي احط نفسي تحت امر واقع انه مفيش فيديو، مفيش حد هيشرح لي، مفيش حد يلا اتفضلي كتاب المندليف او الايزو اتفضلي حلي، طيب بلاقي نفسي اكبر حمار، ما في مش فاهمه مش عارفه، مع ان ذكرت مذاكره، يعني مذاكره مثلا خلاص اللي هو مفيش ممكن سؤال يقف قدامي بعد المذاكرة دي، بس المذاكرة مش هي الوسيلة الوحيدة اللي هو خلاص انا مفيش حاجة تقدر تقف قدامي طالما انا مذاكر، لا، في حاجات هتقدر تقف قدامك قدامك لو انت مش عارف الافكار بتاعة المسائل. طيب ايه هي الطريقة اللي انا اقدر احل بيها واقدر استفاد بالافكار واعرف الافكار وكده؟ هقولك ايه هي الطريقة انك هتكتب عادي على اليوتيوب حل الدرس اللي انت عايزه في اي مادة انت عايزها، تمام؟ وبعد كده بعد كده هتجيب الملخص اللي انت عادة بتحل منه وهتوقف الفيديو، ما تشغلش الفيديو، خليه مقفول. هتجيب الحاجة اللي انت بتحل فيها، الورق الفايل البتاع ده القديم اللي بتحل فيه، الورق القديم اللي بتحل فيه، كراسة كشكول بتحل فيه. طيب ادي المسألة، جرب بقى بالقلم الرصاص تحلها، حاول انك تحل اول سؤال، وصلت للنتيجة تمام، علم على الف او ب او ايا كان الاختيار اللي انت اخترته، تمام. السؤال التاني حلو، طيب وقف معاك، ما تجريش تفتح الفيديو تتفرج، لا لا لا، غلط، مش هتفتكر، هتنسى. يعني مثلا انا غلطت في المسألة دي وشغلت الفيديو عشان احلها، دي اسهل طريقة انك تنسيك، ما هو كده عرفنا الغلط، انا مستحيل هنسى اللي غلطت فيه، لا هتنسى لانك انت لحظتها غلط دي الصح، لا هتنسى. طيب اعمل ايه؟ كمل، وقفت قدامك سيبها، هتبقى دايما شاغله دماغك ان انا في رقم 2 معرفتش احله، هتحل رقم 3 تمام، الإجابة هتحل رقم 4 تمام، الإجابة أ، هتحل رقم 5 تمام، الإجابة ج. كده حليت 5، تحفة. ال5 دي اسمها طريقة ال5. شغل الفيديو، يعني حس دايما ان ال5 دول 5 أسئلة في ورقة امتحان، شوف انت هتحلهم ازاي. طيب حليت عرفت الفكرة دي، عرفت فكرة رقم 2 مكنتش عارفها. طيب رقم 3 حلتها صح، واو انا مبسوط بنفسي اني قدرت اوصل للحل. رقم 3 صح، 4 صح، 5 صح، حلو خالص. رقم 2 مثلا كانت صعبة والمستر اللي بيشرح الحل قالك فكرة زيادة، قالك قانون زيادة، عادي اكتبها، اكتب رقم 2 عندي انا كنت في كشكول عاملاه غلطاتي في كتاب مندليف، تمام، كنت بكتب الغلطات اللي بغلطها في كتاب مندليف، فاكتب غلطت في دي عشان كذا كذا كذا، اشرحها لنفسك، قول غلطت عشان كذا كذا كذا. طيب حلو، اعمل ايه بعدين؟ ايه اللي هستفاده؟ اللي هتستفاده انه في افكار المسائل دي بتتكرر، يعني علشان دي اسئله في واخده من متواصله، تمام، يعني كانه بيت، اول قالب هو اللي ساند اخر قالب، فالاسئله دايما فيها تشابه، فيها افكار، فيها صيغه، فيها الاختلاف بتكون في الاجابه بس. فده دايما خليها طريقه 5 كمان، كده خدت 10 افكار تمام، هتحل بيهم الباقي. امشي بالخمسة 5 صدقني هتستفاد جدا، خصوصا في ماده الفيزياء. انا لاحظت انه في الفيزياء الافكار بتكون مترابطه ومتشابهه بطريقه مش طبيعيه، يعني مثلا انا حليت اسئله وخلاص وصححتها والكلام ده، اجي احل بقى الاسئله التانية احس انه والله انا عرفت احل علشان الافكار اللي انا حليتها فوق واستفدت منها وانا بصحح. ودي طريقه حلوه من انت حليت مع نفسك، حليت جزء بسيط وصححته مع نفسك، ما لحقتش تحس بالضغط اللي هو حليت 80 سؤال وجيت اصحح لنفسي لقيتني جايبه 20 صح، يا حالاتي انا ازاي احل ازاي في الامتحان، هعمل ايه ومش هعمل ايه والكلام ده كله، وكل الوقت ده خدت في الحل الوقت ده كله، لا، دي كده الطريقه دي هتسرع معاك، كمان هتحسسك انك لا بتنجز، وما هتحسسكش انك في ضغط من اسئله انت غلطان فيها، كميه كبيره من الاسئله غلطان فيها والكلام ده كله. طبعا دي الطريقه اللي وصلت لها بعد كميه هبل مش طبيعيه، كنت بحل بال80 سؤال مره واحده،
واجي اصححهم. طبعا بصحح كأن ايه امتحان بقى، وبصحح لنفسي مع الفيديو غلط غلط. كنت بحل لوحدي، ما كنتش بشغل الفيديو اسمع، دي طريقه مش صحيحه. هتحس ان انت فاهم وعارف، وانت لو حطيت الورق ده فاضي قدامك، الورق الملخص حل، هتلاقي نفسك مش عارف تحل. فانت ما تضحكش على نفسك انه خلاص لا انا فاهم المساله دي، لو جات لي انا هعرف احلها. ازاي وانت مشغل الحل قدامك؟ اقنعني ازاي وانت مشغل الحل قدامك؟ لا، لازم تعرف تحل من غير الفرجة على الفيديو، بتكون تصحيح. تمام؟ بس فدي هي كانت الطريقة، واتمنى انكم تستفادوا منها وتطبقوها. والله هتستفادوا منها جدا، حلوة جدا وخفيفة، تحسسكم انه لا في انجاز، في تقدم في الحل. طيب ايه حاجة تاني كنت بعملها برضو؟ انصح انه ما تحلوش مرة واحدة، حتى لو هتسيبوا الجزء ده لاخر السنة. يعني مش قصدي لاخر السنة اخر السنة، يعني مثلا الدرس الاول في الباب الاول 170 سؤال وليكن، يعني بس هو عادة بيكون 70 سؤال. اي درس لقيته مثلا 70 100 وحاجة، اقسمه بالنص. لكن لو 50 سؤال 40 سؤال 60 سؤال، لا، حلو كويس. دايما خلي الحل، يعني خليه حاجات خفيفة، مثلا 40 على قد ما قدرتك. يعني انت لو تقدر تحل حلو جدا وكويس وحل كتير، بس انا قصدي انك مثلا سيب حاجات فاضية، مش خلاص كده تمام الدرس الاول قفلته حل قفلته مذاكره خلاص كده تمام. لا، عادي سيب اسئله فاضيه لو انت ما عندكش وقت. لو انت مثلا خلاص زهقت من الحل، حلت الملزمه وحلنا في الدرس وهحل هنا، لو انت عادي سيبها، هترجع تذاكره تاني اصلا. يعني على مدار السنه هتذاكر الباب الاول ده 3 4 5 مرات، ترجع بقى تراجع الاسئله وتحل اللي انت ما حلتوش، تراجع الاسئله وتحل اللي انت ما حلتوش. يعني ما تضغطش نفسك وتحط نفسك تحت ضغط ان طالما خلاص الباب الاول خلاص شرح مع المستر الفلاني لازم يخلص معايا انا شرح وحل وكل حاجه، ويبقى قاعد هنا في الدولاب منين محتاجه هفتح الاقيه. طبعا لا، اللي احنا بننسى. فدايما خلي فيه تفكير ان انا مثلا هرجع احل وامسك القلم واحل تاني. طيب بالنسبه للاسئله اللي كنا حللها، طبعا هتذاكرها، يعني انت هتذاكرها، بس طبعا مش زي اول مره هتكون مذاكرها وعارف الافكار فهتحلها. لكن الاسئله اللي انت سايبها ما حلتهاش هتبقى تعصر دماغك، كذا، التيتانيوم كذا، مش عارف ايه، تمام، وهتحل الحديد كذا، معادلة الحديد الفلانية، الحديد بيعمل ايه، تركيبة، مش عارف، كل ده هتعرف تعمله. بس فاتمنى تكون الطريقة حلوة عجبتكم طبقوها، ولو عجبتكم وطبقتوها ما تنسوش تقولوا لي نفعت معاكم ولا ما نفعتش. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتتابعوني. انا آية، باي.